أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهارده قراءة الأبراج، يلا بينا نسمع. عايزين نعرف كل برج من الأبراج اللي هاشتغل فيها دلوقتي في رجوع للحبيب والّا لأ. إحنا هنشتغل على العاطفة وعايزين نعرف في رجوع للحبيب قريب والّا لأ. يلا بينا. معانا دلوقتي برج العقرب، ناس أصحاب برج العقرب، يلا بينا. في رجوع للحبيب قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبصوا على بعض وعمالين تراقبوا بعض، مش عارفين تتخطوا العلاقة خالص. حنينكم وذكرياتكم تعبكم نفسيا. الشخص ده كان شخص متعب قوي، كان شخص بيستغلك على فكرة. أصحاب برج العقرب، الشخص اللي أنت داخل بتسمع عنه قراءة شخص استغلالي شوية. بس أنت بتفكر فيه كتير، أنت بتحبه كتير، أنت مش عارف تتخطاه. الحلو هنا في القراية إن أنتوا وهو راجعين لبعض، بس عشان أنت عايزه. هو كمان عايزك على فكرة، هو بيمدحك وبيقول ان انت النص التاني بتاعه اللي مش عارف يتخطاك ومش عارف ينساك. بس هو شخص متعب، يعني ان هو هنا اعترف لنا ان انا كنت شخص متعب، ان انا كنت شخص حلنجي شوية، شخص مش داخل بصراحة، شخص ما كنتش على طول مريحك، بس انا بحبك. يعني هو بيقول لك انا بحبك وراجع لأقدم لك هنا في مكالمة تليفون قريب، وفي كمان هدية قريب عايز يرجع يقدمها لك. مش عارف يتخطاك، بيحبك، عايز يقعد يتواصل معاك يتكلم معاك. انت وحشه على فكره. وحشه ليه؟ عشان ذكرياتك معاه تعباه قوي، تعباه نفسيا، بيفكر فيك كتير. بيراقبك طول الوقت، قاعد عمال يراقبك. هو اعترف لنا ان انا متعب، بس انا براقبك وبحبك. ببص على العلاقه ومش عايزه اخليها تروح كده، يعني مستخسرها، مستخسر العلاقه الحلوه الجميله دي. انت نص الحلوه عندي، انت نص ابدي، مش عارف اتخطاك، مش عارف انساك. انت تكمله حلوه في حياتي، انا مش عارف انساها. في رجوع بينكم ان شاء الله، في رجوع ليكم. برج العقرب. يلا نشوف برج الميزان. برج الميزان في رجوع مع الشريك قريب. كاسات الحب عندكم مليانة، بس بعد ما دمرتوا الدنيا وبعد ما سبتوا بعض شوية وسبتوا الحب اللي كان وشايلين هم الموضوع. ما علينا، يلا بينا نوضح الأمور. ندمان إن أنت طلعت وسبت العلاقة ومشيت وسبت الحب الجميل اللي كان موجود بينكم. أنت قاعد ندمان أو يعني زعلان على الحب ده كله. ما كانش ينفع إن الحب الحلو ده كله اللي كانت كاسات الحب كلها مليانة إن هي كانت تتدمر كده. شايل هم الرجوع. هو شايل هم رجوعك على فكرة، يعني نفسه يرجع ويتواصل معاك وشايل هم رجوع. هنا الشخص دوت اللي ندمان، هو اللي ندمان مش انت على فكرة، عشان تبقى معايا متواصل في القراءة كده. هو اللي ندمان، شايل هم الرجوع ليك، خايف يتكلم معاك لان هو دمر العلاقة اللي كانت كلها حب، كلها كانت كاسات حب مليانة. شغوف عليك جدا في الوقت الحالي، عايز يرجع يتواصل معاك. انت وحشه قوي على فكرة. عارف ان هو اللي دمر العلاقه وخلى العلاقه باظت وساب العلاقه ومشى. هو بيقولك بس بيستحلفك ان انت حد طيب وحد جميل، فبلاش نبوظ الدنيا. انت حد غني قوي، انت حد محترم قوي. هو بيوصفك هنا باحسن كلام. فهنا برضو بيقولك هو نفسه يقعد يتكلم معاكي ونهدوا بقى الدنيا ونخلي الامور تستقر كده، لان كفايه. انا ندمت وتعبت نفسيا وشلت الهم. ويا رب عجلة الحظ تدور تاني بينا علشان يبقى في بينا رجوع، لان انا بحبك وشغوف عليك. وهنا كاسات الحب كلها مليانة. ففي بينكم برضو رجوع يا اصحاب برج الميزان. الناس اللي بتسمع اصحاب برج الميزان، في رجوع للحبيب ايا كان بقى الحبيب هو برج ايه. يلا بينا على برج الجدي. اصحاب برج الجدي في رجوع لبعضنا ولا ايه؟ للحبيب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. في ان شاء الله ربنا هيجمعكم على خير. انت تعبت منه نفسيا، تعبت منه وسبت له العلاقه برضو ومشيت، لان انت هو تعبك نفسيا قوي. دمرك وخلي القلب هنا تعبان. طاقتكم صعبه على فكره، طاقتكم فيها توتر. اللي بتسمعوني اصحاب برج الجدي، طاقتكم فيها توتر. قلبكم تعبان منه، قلبكم مكسور، ما انتوش مبسوطين، مش مرتاحين. عايز يرجع يطبطب عليك بس خايف منك. هو خايف لان هو شكله كده كان مبوظ الدنيا. عايز كمان يرجع يديك حقك، يعني عايز يرجع يراضيك ويفرح قلبك. بيدعي ربنا ان الموضوع يعدي على خير معاك وانت تقبل اللي العلاقة تتصلح
وترجعوا تاني لبعض، لان هو بيحبك قوي، يعني مش عارف يتخطاك، مش عارف ينساك، لان انت بالنسبه له حد طيب، انت حد جميل جدا، حد محترم. الحب الاساسي عندك ولم الشمله عندك، والاسره والفرحه تاني من اول وجديد. ففي رجوع بينكم برضو هنا يا اصحاب برج الجدي، ان شاء الله ربنا يا رب يفرح قلوبكم. في رجوع لاصحاب برج الجدي. برج الدلو، يلا بينا. انا من برج الدلو، وبحب الدلو قوي طبعا لان برجي. فيلا بينا نشوف كمان، واشوف كمان بالمره ليا في رجوع للحبيب ولا لا بالمره. يلا بينا. طبعا انا الحمد لله مش مستنيه وجع الدماغ ده كله، يعني شاريه دماغي قوي تالت ومتلت، فدي احسن حاجه. يلا بينا. يلا بينا. برج الدلو كاتم على مشاعره، مش عايز يبوح بمشاعره في الوقت الحالي، بالرغم ان هو بيحبك ونفسه يبقى فيه تواصل ويبقى فيه فرحة ولم شمل تاني، بس هو شخص تقيل وكاتم على مشاعره. هو عارف ان انت حد طيب وحد محترم وحد جميل، بيقولك عايز يرجع يتواصل معاكي وكل حاجة، بس انا في الوقت الحالي كاتم على مشاعري، مش عايز ابوح بيها لاني مغرور. يعني هو وضح لي، طبعا هو اللي بيوضح لي، انا كاتم على مشاعري ليه؟ لان انا لسه متكبر، يعني هو شخصيه متكبره، شخصيه كمان مش هينه، شخصيه عارفين انت تعبان نفسي، مريض نفسي، حاجه كده. انا باخد بعضي وامشي، انا بغيب بشهور، انا بغيب، انا بكبر دماغي منك، انا مش عايزه ابقى متواصل معاك في الوقت الحالي. بالرغم ان انا بحبك، بالرغم ان انا هموت عليك، بس سنه التكبر مش سنه يعني تكبر كبير، مش سنه كمان. التكبر اللي مبوظ العلاقه، يعني اللي مخلي العلاقه هنا بايظه هو التكبر. نفسه يرجع يتواصل معاك، مش هننكر ده، هو مش بينكر ده، نفسه يرجع يتواصل معاك، دي برضو مكالمة تليفون، عايز يتكلم معاك، هو من جواه نفسه ان العلاقة تشم النور وتشوف النور تاني وترجع تاخدوا نفسكم تاني، يبقى في تواصل بينكم. انت وحشه، كلامك، صوتك، اسلوبك، كل حاجة فيك وحشاه. نفسه يبقى في رجوع، بس بصوا بقى التكمل، بص القراية، نفسه يبقى فيه رجوع ونفسه يبقى فيه فرحة، بس تكبره بيخليه مش عايز يبوح، وكاتم بمشاعره، كاتم على مشاعره، يعني ماسك كده. مش هنصعب القراية، في رجوع بس بس متعب، يعني شخصية متعبة، شخصية كده لازم اتعبك الاول ولازم ازهقك، وكل كلمة تقوليها لي اخد بعضي وامشي، كل ما تتكلمي معايا كلمة ما تعجبنيش اخد بعضي وامشي. شخصية متعبة. يعني نصيحة، الشخصية دي تجنبوها، نصيحة مني، يعني لو انتوا بتسمعوا نصيحة مني، الشخص ده متكبر، والحب ما فيهوش تكبر، الحب فيه حنية، الحب فيه طبطبة، الحب فيه عطاء. ليه يعني ايه كاتم على مشاعرك وانا بحبك؟ الحب ده كله ليه متكبر؟ ليه كاتم على مشاعرك؟ ليه بتاخد بعضك وتمشي؟ ايه الثلاث كروت الصعبين دول؟ ايه الثلاث كروت الجامدين دول؟ ايه الثلاث كروت المتعبين دول؟ ايه دول؟ ايه الشخصية المتعبة السامة دي؟ ايه دي؟ يا فرحتي، بتقول لي انت طيبه وعايزه ارجع اتكلم معاكي وانت كده، واعطيني كروت تانية اصعب من بعض. ففي رجوع بينكم، ما بنقولش لا، وانت وحش وكل حاجه، بس هو شخصيه متعبه. برج الدلو في رجوع ليكوا، بس هو شخصيه متعبه. دي ايه نصيحتي، اللي بلاش منه، بس انتوا براحتكم طبعا. برج الحوت، يلا بينا. في رجوع لاصحاب برج الحوت من الحبيب. طاقتكم برضو فيها نرفزه يا برج الحوت. برج الحوت، يا برج الحوت، يا برج الحوت، تعالى يا حوت، روح يا حوت. برج الحوت، انت العلاقة سبتها برضو، في برضو قريت منفصلين طبعا من الدرجة الأولى. العلاقة كان فيها رحيل، وكان فيها الشخص ضحى بيك وسابك ومشى. يعني بصوا، الرحيل ساب كاسات الحب وراه وضحى بالعلاقة وخد بعضه ومشى. طبعا حضرتك تعبت من بعد منه واتدمرت من بعد منه. نفسك ان يبقى فيه توازن تاني في العلاقة، وهو كمان نفسه ان يرجع ويبقى فيها العلاقة فيها توازن تاني، ويبقى فيها اتزان من اول وجديد. انت حد طيب وقاعد ولسه ماسكه ابريق الحب وقاعده مستنيه في انتظاره. نفسك الميه تبقى في ميه حلوه، الدنيا تحلو، تعرفوا تشربوا ميه جميله، تعرفوا الدنيا تبقى نتنفس. نفسك في مناسبه معاه، وبالفعل هيبقى في مناسبه
ان شاء الله هتحضروها مع بعض، اصدقاء مشتركين بينكم، مكالمه تليفون بينكم برضو، دي مناسبه، عيد ميلاد، خطوبه، في حاجه هتجمعكم على فكره قريب. لو ما كانش حاجه من الحاجات اللي انا قلتها، هيبقى في تواصل بينك وبينه، وهتقعدوا تتكلموا مع بعض، ده يا ده. عايز يرجع ويقدم لك حاجه من البحر طبعا، كاس حب وفي سمك وبحر، يعني خير وعطاء، وعايز يرجع يتواصل معاكي تاني. ليكوا رجوع بعد تعب، وفي توازن هيحصل في العلاقة، وفي اعتدال هيحصل في العلاقة. ليكوا رجوع تاني مع بعض يا برج الحوت. وبرضو برج الحوت طلع لي. يلا بينا نختم ببرج القوس. معانا برج القوس، عايزين نعرف أصحاب برج القوس، ليكوا رجوع مع الحبيب والشريك قريب. الحب بتاعكم حب ابدي، يعني بتحبوا بعض حب كبير قوي على فكره، متأيدين في العلاقه، مش عارفين تبعدوا عن بعض. شخصيه متعبه، شخصيه متعبه، شخصيه برج القوس. انت بتسمع عن شخصيه متعبه، انت بتسمع عن شخصيه مدمره لك نفسيتك، انت بتسمع عن شخصيه صعبه. فبرج القوس، الشخص اللي انت بتحبه، او الشخص اللي انت بتبص عليه، او الشخص اللي انت عايزه يرجع لك، شخص متعب، شخص متعب قوي. انت لسه متأيد في العلاقه بتاعته، دمر لك اعصابك بمعنى الكلمه، مخليك كرهت الناس، كرهت الدنيا بحالها، عايش لوحدك، بقيت حابب انك بتميل للعزله، حتى لو انت في وسط الناس، بس انت مخنوق، انت مخنوق، عارف يعني ايه مخنوق؟ متأيد في العلاقه، والعلاقه دي تعباك نفسيا. انت بتحبه حب جنون، انت بتحبه حب كتير قوي، انت بتحبه حب، يعني انت شايف ان هو شخص ما يتعوضش، بالرغم ان هو شيطان، بالرغم ان هو شطون. يعني انت عينك شايف ان هو شخص جميل، لا هو شخص متعب على فكره، يعني شخص مش الواو اللي انت فاهمه. طبعا القراءه دي قراءه عامه، مش قراءه خاصه، انا هدي قراءه عامه لناس كتير وناس كتير لا. نفسك برضو يبقى في توازن، انتوا عايزين ارض صلبه نقفوا عليها بقى، بدل ما احنا عمالين نتحنجلوا كده وعمالين نتنططوا كده. نفسك يبقى في كلامه ووعوده صادقه، نفسك برضو يبقى في صادق في الوعود. هو بيوعدك ان هو عايز يديك حقك، وعايز يرضيك، وعايز يرجع يظبط الدنيا معاك تاني، وعايز يبقى في توازن في العلاقه، هو بيوعدك بده. برضه بيمدحك، بيقول ان انت حد جميل، حد طيب، ما ينفعش يتخطاكي، ما ينفعش ينساكي. انت بتحبيه حب كبير قوي، لكن للاسف هو شخص متعب، وشخص مش سهل بالمره، شخص صعب قوي، شخص بتاع مصلحته، بيدي ياخد مصلحته ويمشي، وانت بتطلب منه ان ما بقاش بتاع مصلحته، بتطلب منه ان يديك حقك، ويتوازن في العلاقه، والعلاقه يبقى فيها توازن. فلو فيها رجوع، انا شايفه ان هو راجع، انا ما بقولش لا، هيرجع وهيديك حقك، وانت بتطلب ده وهيديهولك، وهو بيقول لك احنا عايزين نتوازنوا في العلاقه، يعني العلاقه فيها رجوع. بس هو شخص متعب، فحذاري منه، لو انت حابب انك تبقى موجود معاه حذاري منه. وطبعا دي قرايات عامه، واللي حابب قرايه خاصه لشخصه او للبرج بتاعه يتواصل معايا من داخل مصر على 015 5 4 6 6 0 0 6 5، ومن خارج مصر على 00201 55 4 6 6 0 0 6 5 لحجز القراءات الخاصة المدفوعة طبعا. واشوفكم على خير، وطبعا لو القراية عجبتكم ما تنسونيش بكومنت حلو كده واللايك طبعا، واعملوا متابعة للقناة، واشوفكم على خير في قراءات اخرى.